السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل ام علي، هنعملها بطريقة سهلة جدا، بتطلع معانا يا جماعة هايلة في اجواء الشتاء بقى والجو الساقع ده. عملنا حاجة كده تدفينا، تقدري تعمليها في طواجن او تعمليها في سيرفيس زي ما تحبي. في جميع الأحوال بتطلع معانا هايلة. بسرعة كده قومي هاتي كده ايه قطعة من المنفي وكسريها وعمليها للأولاد، هتدفيهم وتطلع معاكي هايلة. بتبقى غرقانة يا جماعة في الصوص كده، واللبن يعني ايه جميلة جميلة حلوة قوي. شايفين؟ ولا أحلى من كده، تحفة جدا. نقول بسم الله وندخل على بركة الله، نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معانا منفي، بنشتريه طبعا من أي محل اللي هو بتاع الكنافاني ده أو محل الجاتوهات، بيبيعوه زي ما انت شايفة كده. وكمان هيكون معانا فانيليا ومكسرات، ولا اما تعملها في الطاجن ده. الطاجن ده كان ابني جايبه من محل اللي هو بلبن، كان جايبه يا جماعة ب59 جنيه. فحبيت اعمل لهم بقى النهاردة، عملت سيرفيس كبير وعملت كمان الطاجن ده. جبنا حوالي ممكن لتر من الحليب، وهنحط كمان سكر حسب الرغبة. وهيكون معانا برضو مكسرات زي ما شفتوا كده في الفيديو، ممكن سوداني او جوز هند او زبيب، او لو ما بتحبيش استغني عنها خالص. طبعا حاطين اللبن على النار بيغلي، وهيكون معانا المنفيه نبتدي نكسر فيه. زي ما قلت لكم كده تقدري تشتغل يا اما في طواجن صغيره، انا حبيت اعمل سيرفيس كبير وعملت يا دوبك ايه طاجن من اللي هو الصغير ده. بنبتدي نكسره كده، هي ما بتاخدش معانا وقت خالص طالما عندك المنفي موجود وشويه مكسرات كده. ولو يعني عندك لبن ولا حاجة بتبتدي ايه. وانا كمان اللبن ده ببقى غلياه وبيبرد خالص، باخد برضو الوش بتاع اللبن بتاعه واحطه برضو على وش ام علي بتاعتنا. كل ده بيديها كده غناوة وطعامة في منتهى الجمال. كسرنا كده كل الكمية اهو اللي احنا عايزينها. بعد كده ننزل بالمكسرات ونقلب كل ايه المكونات كده مع بعض. كده تمام. باخد بقى شوية كده بحطهم في الطاجن اللي هو الصغير، وهبتدي كده افردهم. ومعانا طبعا اللبن بيغلي، مجرد ما يغلي يا جماعة ونظبط السكر بتاعه بننزل على طول على المنفي بتاعنا. لازما يكون غليان، ما يكونش يعني بارد. هحط كمان كيس من الفانيليا على اللبن، وظبطت طبعا السكر وغلي معانا زي ما انتم شايفين البخار بتاعه طالع. هنبتدي بقى نشرب المنفيه. وطبعا بقى لو عندك كريم جانتيه تقدري تعملي مثلا نص كوبايه كريم جانتيه، عليها مثلا 60 جرام من السكر، عليها معلقه من البستري كده بنص كوبايه ميه، تضربيها كويس في العجان او بالمضرب الكهربائي، او ممكن كمان تضربيها في الخلاط. تكون اللبن ساقع جدا، لان احنا في الوقت ده مش عايزينها يعني ممكن ما تكونش متماسكه قوي وتحطيها. احنا مجرد عايزينها تعمل وش كده وتطعيمه برضو لام علي. شايفين يا جماعه غرقناها باللبن زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده بقى وهي كمان اهي حلوه جدا. نبتدي بقى ايه قطع القشطه، او زي ما انتم شايفين ببقى عاينه كده ايه طبقه قشطه من فوق اللبن، بحط برضو شويه من القشطه.
بنوزع قطع كده على وش ايه الطاجن بتاعنا. هنبتدي بقى ايه نجيب الكريم جانتيه اللي انا ضرباه، وبرضو هنوزعه على وش الطاجن، وهي يا دوبك هتخش الشوايه، ما بتاخدش وقت معانا خالص، دقيقتين وتكون جاهزه وبتطلع معاكم يا جماعه هايله. لو وصلت معايا لحد كده بقى حاسه انك استفدت من الفيديو، لايك وشير للفيديو. هنسويها بقى وبسرعه على الشوايه او زي ما انتم شايفين. معانا كده هتبقبق بسرعه، وهتلاقي الوش معانا بيحمر اهو. بكده خلصنا ام علي بتاعتنا، طالعه معانا يا جماعه والله ولا احلى من كده، وطعمها كمان كان هايل وغرقانه في اللبن. ان شاء الله تجربوها كده وتنجح معاكم، وبألف هنا وشفا ليكم، وتسلم ايديكم مقدما. بكده بقى خلصنا وصفه ام علي. انتظروني بقى في وصفات تانية كتير، واهم حاجه يا جماعه ما تنسونيش باللايك. زي ما انتم شايفين حلوه جدا يا جماعه، وشها حلوه قوي قوي وغرقانه زي ما قلت لكم كده في اللبن، وحاجه عاملاها في البيت وضمناها. اسيبكم بقى على خير، واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.